طيب احنا وصلنا للاواخر، فعايزين بقى نلخص كده الكور بتاع المحاضره او الهدف بتاع المحاضره اصلا اللي احنا كنا قايلين من اسمه كده، ازاي تعلي سعرك. احنا عايزين نعلي سعرنا في ايه؟ في سوق العمل. احنا معتبرين زي ما قلنا في الاول احنا سلعه، وبنحاول نعلي سعرنا في سوق العمل. فازاي هعمل ده؟ قال لحضرتك ان انت اول حاجه هتختار العمل زي بالطريقه اللي احنا قلناها بالخمس خطوات بتوع جاك ما. ازاي هتختار الشغل المناسب ليك، تختار الشغل المناسب مش الشغل الكويس، وتكتسب خبرات في الشغل ده. في حد هنا كان قال الشغل هو بوابه الخبره، ان انا بعرف الخبره بتاعتي من الشغل. تمام، يعني انا باخد خبره منين؟ من الشغل، من الوظيفه. طيب بعد ما اخد الخبره اللي انا محتاجها، ابتدي اقدر ان انا ساعتها اعمل، يعني دي الروشته اللي احنا بنقولها، او ده راينا اللي بيسال نعمل عمل خاص ولا نعمل ولا نشتغل في وظيفه. بعد ما ناخد خبرات نبدا ان احنا نعمل شركه خاصه بينا. شركه خاصه بينا ما نقصدش على فكره موقع في شارع ال90 وتيم 25 واحد والحاجات دي، احنا نقصد بيها لابتوب ومكتب. انت كده عملت الشركه بتاعتك. تمام، تقدر تبدا الشركه بتاعتك وانت شغال في الوظيفه زي ما انت. ساعتها انت هتبقى شغال وانت مطمن، دي حاجه. تاني حاجه ان انت هتستفيد من الخبرات اللي انت بتاخدها من الوظيفه، هتستفيد من العلاقات اللي انت بتاخدها في الوظيفه، وتقدر تعمل بيها عملاء. طيب بس لازم تعرف بقى ان هو اللفظ اللي احمد قال عليه ده بصراحه معاه حق فيه، ان ده اكتر وقت صعب عليك، لان انت شغال في وظيفه وشغال في شغل خاص بيك، ولازم تبقى عارف ان انت ما زلت شغال موظف. يعني في اللحظه اللي انا هقول فيها ان انا هسيب الوظيفه وهتفرغ للمشروع، لازم تعرف ان انت هتفضل موظف لسه. ودي نقطه مهمه قوي. الناس اللي بتيجي تقول لك ايه، والله انا عندي استعداد والله اسيب الوظيفه، بس لو المشروع بتاعي يجيب لي نفس الدخل اللي الوظيفه بتدخله. تمام، هو مش هيدخل لك كده. يعني الناس بتبقى فاكره ان انا لو المشروع الخاص يدخل لي نفس الدخل وانا اسيب الوظيفه، لا، انت كده عمرك ما هتسيب الوظيفه. هو طبيعي ان هو في الاول مش هيدخلك نفس الدخل، ولازم تبقى قابل بكده. لازم تبقى قابل ان انت هتنزل شويه، بس تبقى عارف ان انت بتنزل حاجه اسمها لعبه اسمها بول تو بوش. عارفين لعبه العربيات اللي احنا كنا بنلعبها واحنا صغيرين؟ كنا نمسك العربيه كده نجرها على الارض لورا فتطلع لقدام بالظبط. تمام، فاحنا بنرجع لورا خطوه، بنقل خطوه، بنتزنق خطوه، عشان انا عارف ان هيحصل انفراجه قدام، هيحصل دفعه قدام. تمام. طيب فانا ساعتها هسيب الوظيفه وهبقى مهتم بالشغل الخاص بتاعي، بس هبقى عارف ان انا في اسوأ حالاتي، لان انا لسه موظف. ده انا موظف عبد في الوظيفه بقى، موظف 24 ساعه بهتم بكل حاجه، من اول هبيع ازاي لحد هبيع لمين لحد انظف ازاي. تمام. في الفتره دي ما تهتمش قوي بالانكم على قد ما انت مهتم ان انت وصلت للمرحله دي. معنى ان انت وصلت للمرحله ده انجاز، ان انت قادر تقف على رجلك لحد دلوقتي، فده انجاز. الاهم بقى بعد كده ان انت هتجني الثمار بقى، اللي احنا زي ما بنقول كده انت بوش تو بول، انت رجعتها لورا عشان تطلع لقدام. طب لما تطلع لقدام هو ايه اللي هيحصل؟ بيسموها بقى ان انت بتتنقل من مرحله سمول بزنس لبيج بزنس. تبتدي تحلم بقى ان انت تكبر. يعني ايه من سمول بزنس لبيج بزنس؟ ان انا بعد ما كنت انا الموظف الوحيد، وده انا مريت بيه يعني وناس كتير قوي بتمر بيه من اللي بتحاول تعمل كده. بعد ما انت كنت الموظف الوحيد، لا، انت بتعين ناس، ويبتدوا بقى اللفظ اللي هو بيقول لك انت بتعمل فلوس وانت نايم. هو مش نايم، تمام، بس هو يقصد ان هو في كرو بيعملوا التاسكس، وهو مسؤول ان هو بيتابع الكرو ده. فساعتها اعرف ان انت تحولت من السمول بزنس لبيج بزنس. نيجي بقى النهايه او الزتونه، زي ما بنقول كده، ان احنا نلخص بقى حاجه في الاخر كده لازم نقولها. لازم تبقى عارف ان الشغل النهائي اللي انت هتشتغل فيه طول حياتك هو مش هتلاقيه من البدايه، او مش هو اللي هتبدا فيه. فانت ما تبقاش قلقان لو انت لقيت نفسك عمال بتعمل شيفت كارير، ما تبقاش قلقان، عادي جدا. تمام، ده الوقت الصح ان انت بتغير الكارير بتاعك. هو لازم تعرف ان الطريق اللي عملك النهائي هو بيكون زجزاج. يعني انت مش طريق مستقيم، مش انا بدات من الكليه الفلانيه فاكيد ان انا هنتهي في الشغل الفلاني. لا، ده هو اللي انا عايز اقوله لك، ان في الاغلب انت هتلاقي ان شغلك النهائي اللي انت بتوصل له بيكون مختلف تماما عن اللي انت كنت متصوره في الاول. احنا لما فتحنا الشركه كنا فاتحين الشركه على بيع برودكتس معينه، وانتهينا ببيع حاجات تانية ما كناش متصورينها اصلا. لان ساعات كده ربنا بيفتح قدامك سكك. هو ربنا بيشترط علينا السعي، بس مش بيشترط علينا ان انت تبقى عارف قوي، خصوصا في الاول، انت بتسعى ازاي. لان هو هيفتح لك سكك تانية خالص انت ما كانش في مخك.